يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل صنف حلو خالص من الأصناف الحلوة بتاعتنا، كيكة بيسموها القشطوطة، كيكة الحليب، كيكة تركية، كيكة تريليتشا. بصي ليها كذا منطوق اسم الكيكة دي، بس من الآخر هي اسمها كيكة حليب مسقية حليب قوي، وكمان عليها صوص الكراميل. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. الأول هنحضر الكريمة، كوباية ونص كريم شانتيه خام من غير سكر، عليها معلقتين سكر حبيبات مش بودر، وثلاث معالق حليب بودر، وكوباية ونص مية متلجة ساقعة خالص من الفريزر، ويستحسن لو فيها قطعة تلج. هنضربهم بالمضرب الكهربائي ضربتين حلوين كده لغاية ما بس بقت كريم شانتيه. يلا بينا على التلاجة نحطها، وهنعمل صوص الكراميل. كوباية سكر هنحطها على النار، وهنسيبه بس لغاية ما نشوف كده تسيح، ونشوف شوية مية كده السوائل بتاعتها تخرج من السكر. نقعد نقلبها خالص لغاية ما تكرمل معانا، وما تخافيش لو عملت حبيبات كده كده هتسيح. سيبيها على النار وعليها 3 معالق زبدة، هندوبهم برضو مع كراميل تقلبتين حلوين منك كده. وبعدين هنحط كوباية السكر، سوري كوباية اللبن لغاية ما تدوب خالص ويبقى كراميل معاكي. وهتحطي برضو معلقتين النشا مع اللبن، ما تنسيش. بقى صوص كراميل فوق الوصف، رهيب يا جماعة. ممكن بيسموه صوص التوفي، حلو خالص وطعمه رهيب. هسيبه بس لغاية ما يبرد ونروح نعمل الكيكة بتاعتنا. طبق غويط فيه كوبايتين دقيق طبعا منخولين، وعليهم كيس بحاله كيك شيف، ومننساش ربع معلقة من الملح. هنقلب كل المكونات الجافة دي ونركنها على جنب. نروح نحضر المكونات السائلة بتاعتنا. بيضتين 2 مش اكتر، الكيكة بتاعتنا هتحتاج بيضتين 2 بس. هنحط فانيليا، معلقة فانيليا سايلة او شوية من البودر براحتك. نضربهم برضو بالمضرب الكهربائي حبتين حلوين كده لغاية ما يبقى فيه فقاعات. وبعدين نحط كوباية السكر برضو حبيبات مش بودر، ونص كوباية لبن، وعلبة بحالها من الزبادي، كلها نحطها كلها مع بعض. وهنضربهم برضو ضربتين بالمضرب الكهربائي. وهنا هيجي دور النص كوباية الزيت هنحطها، وهنحط المعلقة الرهيبة اللي انا بحطها على طول، معلقة الخل علشان زفرة البيض. هنضربها ضربتين حلوين كده لغاية ما يبقى فيها فقاعات ويمتزج الخليط كله. ونحط الدقيق بشويش، وبالمضرب اليدوي نقلبه مع بعض لغاية ما الدقيق يتوه خالص في المواد السائلة، وتبقى احلى عجينة للكيكة حلوة خالص كده جاهزة انها تتحط في الصينية. هنجيب صينية ونحط عليها ورق زبدة، وندهنه بس ايه دهنة خفيفة من الزيت، ونسمي الله ونحط الكيكة بتاعتنا. هنحطها كلها في الصينية. طب افرضي انها ما اتفردتش معاكي، عادي بالمضرب اليدوي هتفرديها وتضربيها ضربتين كده عشان تبقى متساوية، وما تتحط في الفرن ما تبقاش بقى ايه حتة عالية وحتة منخفضة. وممكن كمان بالخلة بتاعت الشيش طاووق تفرغي منها اي فقاعات هوائية. ما شاء الله ما اتحطتها في الفرن وخرجت بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. وقلبتها علشان اشيل ورق الزبدة من عليها. بسم الله ما شاء الله اللون البرونزي الجميل وطرية خالص، بس انا لقيتها هتبقى كبيرة خالص على الصينية، فاخدت يعني من الحرف الاولاني حوالي 2 سنتي، والحرف التاني برضو قطعت 2 سنتي.
ما تخافيش، مش هرميها، كده كده الاولاد هياكلوها. وقسمت الكيكة بتاعتنا بالظبط لنصين اتنين. انتي ممكن تعمليها كيكة طبقة واحدة، بس انا بحبها طبقتين عشان تبقى غنية باللبن والكريم شانتيه بتاعنا. نجيب صينية نحط طبقة حلوة كده من الكريم شانتيه، ونحط اول طبقة من الكيكة بتاعتنا بتاعت النهاردة. بعد ما حطيناها هنجيب كوباية لبن من التلاجة، عليهم معلقتين سكر، هندوبهم مع بعض وهنسمي الله، وهنحط الخليط ده بتاع اللبن على الكيكة. هتسقيها بقى سقية محترمة، دي اللي بتدي طراوة للكيكة، بتبقى بجد بتدي طعم خيالي، يعني بتوديكي فوق الخيال بجد، فوق السما، هتوديكي في حتة تانية خالص. وبعدين هنحط الكريم شانتيه بتاعنا، يعني حبة حلوين كده. وحتى لو انتي مش معاكي اي حاجة، يعني اللي هي القطعة اللي بتفردها، مفيش مشكلة، بالسباتولا ممكن اللي انتي تسويها، مفيش مشكلة. وهتحطي الطبقة التانية وبرضو هتسقيها باللبن. الفيديو هنا بصراحة ما صورش حكاية سقيان اللبن، بس معلش هتسقيها انتي حضرتك يعني كوباية حلوة كده من اللبن، وبعدين بقية الكريم شانتيه، وهتسوي الكيكة كلها. وهتحطي بقى الفورماسيليا، الشوكولاته، الالوان اللي انت عايزاه تزينيها انت اللي انت وراحتك، حتى لو مكسرات براحتك تزينيها، بحيث انها تبقى كيكه شكلها حلو قوي من الاطراف. بس كده هنيجي بقى لدور الصوص بتاعنا بتاع الكراميل او التوفي. حاجة حلوة خالص، اشي خيالي يا ناس، حاجة تحفة 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 بجد، الطعم رهيب، يتاكل كده لوحده. هحطه كله كده على الكيكة، وعشان صوص الكراميل تقيل شوية، هو ما برد تقل مني، بس بصراحة تحفة. هتوزعيه بمعلقة سيليكون او بالسباتولا انتي وراحتك، هتوزعيه توزيعة حلوة كده لغاية ما تبقى متساوية، وبرضو تضربيها ضربتين كده علشان تبقى متساوية خالص. وجاهزة دلوقتي اللي انا زينها عادي بكيس الحلواني، هتحطي شوية كريم شانتيه وتزينيها فوقها كده بخطوط طوليا عرضيا براحتك انتي وراحتك. وبعد ما تزينيها بالخطوط هتيجي بالخلة بتاعت الشيش طاووق، هتعمليها بقى اشكال حلوة رايح جاي، هتعمل شكل حلو خالص، مرة رايح مرة جاي بالشكل ده، على ضيق على واسع انتي وراحتك. ما شاء الله تحفة كده رهيبة. لا 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 لا، حتة كيكة عسل بألف هنا وصحتين. هي حلوة يا جماعة ليه؟ عشان معمولة بكل حب وسعادة، فلازم تبقى حلوة. بعد ما حطيتها في التلاجة لمدة ساعتين اتنين، يجي دور اللي انا اقطعها علشان ادوقها. لازم يا جماعة كل مرة لازم ادوق الحاجة الحلوة اللي انا بعملها. الاولاد مستنيين بصراحة اللي هم ياكلوها. لا انا هاكلها انا الاول، بس هوريكم ازاي انها طرية طراوة ما بعدها طراوة، ومسقية باللبن خرافة، بسم الله ما شاء الله. شفتوا الطبقات تحفة، حاجة حلوة خالص في منتهى الجمال والروعة، بسم الله ما شاء الله. يا جماعة يا ريت اي ست الكل تعملها لحبايبها ولولادها، مش هتندمي صدقيني، موفرة خالص وحاجة حلوة كده، طعمة زيك وزيهم. واستنوني مع طبخة جديدة وحلويات جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.